في إطار الجولات الخارجية التي يقوم بها رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطبقا للأهمية القصوى لمشروع تنمية محور قناة السويس الذي سوف يعزز النمو الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة، وصل الدكتور أحمد درويش إلى العاصمة الألمانية برلين بهدف الترويج ودفع الاستثمارات الألمانية إلى مصر. أهم حاجة بنبحث عنها الحقيقة في التعاون المصري الألماني إنه ليس فقط بنتحدث عن الصناعات التقليدية والاستثمار في المنطقة، اتكلمنا على الصناعات المستقبلية. احنا عايزين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكون هي المنطقة بتاعة المستقبل، يعني مش بس بدور على الصناعات الحالية، بدور على المستقبل. يعني في صناعة السيارات أنا بدور على صناعة سيارات، جميل وممتاز، محتاجين ده سواء الصناعات المغذية أو صناعة السيارات، لكن بدور كمان على إن احنا نبقى المركز بتاع سيارات المستقبل. السيارات سواء اللي هي هتبقى ما بين الديزل والكهرباء أو السيارات الكهربائية. خطة ترويجية وأهداف تنموية واقتصادية كبرى تهدف إلى التعريف بالمشروع وإجراء لقاءات مع مسؤولين ألمان من وزارة الاقتصاد والطاقة ووزارة الخارجية ومع رجال الأعمال والغرف التجارية. Wir glauben, dass es eine sehr gute Idee ist, diese Suezkanalzone als Wirtschaftsprojekt aufzulegen. Wir unterstützen das sehr gerne, deswegen haben wir auch schon sehr gute Gespräche hier heute Morgen gehabt mit Minister Darwish. Und es ist von deutschen Unternehmen auch sehr gerne gesehen, dass eine solche Entwicklungszone in Ägypten aufgebaut wird. Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Idee, zumal der Suezkanal jetzt ja zweispurig ausgebaut ist und damit mehr Schiffe fahren können. Und Ägypten hat traditionell bereits eine bestehende Industrie, die dann auch sehr viele Ägypter beschäftigen wird. وبطبيعة الحال وبصفة ألمانيا دولة رائدة في صناعة السيارات في أوروبا والعالم، كان لابد أن تحظى باهتمام بالغ بعد الإعلان عن إنشاء المنطقة التجارية لصناعة السيارات وميناء مخصص لشحن السيارات وقطع الغيار. حرصنا أيضا على ترتيب مقابلة للدكتور أحمد درويش مع المستشار الاقتصادي المستشارة ميركل في دار المستشارية، وده كان لقاء بالغ الأهمية أخذا في الاعتبار أن الجانب الألماني بيعد العدة لاستضافة مؤتمر ضخم للترويج للاستثمار الألماني في أفريقيا وعلى رأسها مصر، ومصر نتوقع تكون مدعوة لهذا المؤتمر اللي هيعقد في شهر يونيو القادم. مجالات عدة للتعاون الألماني المصري المشترك في مجال صناعة السيارات والخدمات اللوجستية والتدريب المهني والصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلك المشاريع التي تبشر بعائد سنوي يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً. مشروع تنمية محور قناة السويس يشكل قيمة مضافة للاستثمار في مصر، يبني عليه المصريون آمالا كبيرة في إحداث تقدم غير مسبوق ينهض بواقعهم الاقتصادي ويضاعف من قدراتهم الإنتاجية. من داخل وزارة الاقتصاد، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين. مشروع تنمية محور قناة السويس يشكل قيمة مضافة للاستثمار في مصر، يبني عليه المصريون آمالا كبيرة في إحداث تقدم غير مسبوق ينهض بواقعهم الاقتصادي ويضاعف من قدراتهم الإنتاجية. من داخل وزارة الاقتصاد الألمانية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.